مشاهدي ومتابعي قناة سامح كرة ومنوعات، قناة مجانية تنقل اليوم مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا. القناة يا جماعة لا بتحتاج شفرة ولا نت، كلنا عارفين يا جماعة إن اليوم مباراة النادي الأهلي والقطن الكاميروني في دوري المجموعات الساعة 6 بتوقيت القاهرة على استاد السلام. طبعا كلنا عارفين إن موقف الأهلي لا يحسد عليه، وإن النادي الأهلي مطالب بالفوز في الأربع مباريات القادمة ضد القطن الكاميروني اليوم، ثم ضد سان داونز، ثم ضد القطن الكاميروني في الكاميرون، ثم ضد الهلال السوداني في القاهرة، عشان يضمن بنسبة 100% الصعود للدور القادم وما يخشش في حسبة بيرما. أي نقطة هتضيع من النادي الأهلي هيبقى في موقف حرج جدا جدا جدا، وهيقترب من الخروج من دوري المجموعات بشكل كبير جدا. مفيش أي وقت لا للدلع ولا للهزار، عشان ما يبقاش الأهلي تحت رحمة سان داونز والهلال السوداني في المباراة اللي هتجمعهم في السودان في آخر مباريات دوري المجموعات. لازم الأهلي يساعد نفسه بنفسه، يفوز النهاردة على القطن وبعدين يروح يفوز على سان داونز أو يتعادل معاه بنتيجة 2-2 أو أكتر، عشان ما يبقاش تحت رحمة سان داونز في آخر مباراة في المجموعة اللي هتجمع سان داونز مع الهلال السوداني. طيب القناة الناقلة اليوم للمباراة إيه؟ طبعا كلنا عارفين يا جماعة إن المباراة هتتنقل على بي إن سبورت 4، وهيعلق على المباراة المعلق رؤوف خليف. علشان كده حضرتك تقدر تشاهد المباراة مجاني بدون نت وبدون شفرة على فيد بي إن سبورت على قمر يوتلسات 3. القمر ده الشفرة بتنزل قبل الماتش بساعة، بتحطها بالريموت، بتتابع المباراة بتعليق رؤوف خليف، وبعد الماتش خلاص ب5 دقايق القناة بتقفل. قمر يوتلسات 3 ده فين؟ بعد قمر نايل سات على طول، نايل سات وبعدين اموس وبعدين قمر يوتلسات 3. حضرتك في تردد بينزل قبل الماتش بساعة، بتبحثه تنزله تشاهد عليه المباراة عليه رؤوف خليف، وبعد الماتش ب5 دقايق التردد بيقفل. كمان عندنا النهاردة في الدوري الانجليزي مباراتين للفرقتين المتصدرتين للدوري. عندنا فريق مانشستر سيتي هيلعب مباراة كبيرة جدا جدا الساعة 2:30 قدام نيوكاسل، وكلنا عارفين ان نيوكاسل فريق كبير وبيأدي اداء قوي جدا السنة دي. والساعة 5 هيلعب ارسنال المتصدر مع بورتسموث. يبقى عندنا 3 مباريات حلوين النهارده. الاهلي والقطن الساعه 6، عندنا الساعه 2:30 ماتش مانشستر سيتي، وعندنا الساعه 5 ماتش الارسنال. اي استفسار عن اي شيء انا تحت امركم على قناتي على اليوتيوب. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني.